تحية لعبد الجلد، ثروة قومية وركن أصيل من ثقافة الشعب السوداني. وتحية لكل الناس اللي وقفت تساند القوات المسلحة باختلاف انتمائنا السياسي. وإحنا في المعركة دي اختبرنا أصحاب المبادئ والناس اللي نزلوا لنا مقولة إنه إحنا نتبع الحق مهما كان قائله، وديل الأحرار، إنه إحنا بنمشي ورا الحق مهما كان قائله ومهما كان الزول القدام. والمستعبدين للأفكار والمستعبدين والما أحرار بيتبعوا الزول مهما كانت فكرته. فإحنا شفنا نماذج حتى لو كانت تنتمي لأحزاب في معركة الكرامة، وأثبتوا لنا إنه هم إذا انتموا للأحزاب دي انتموا بمبادئ، وإذا كانت المبادئ بتصب في وطنية ووحدة السودان ودعمهم ووقوفهم خلف جيشهم، هم بيحاربوا في معركتين. أصحاب المبادئ بيحاربوا معركتين، بيحاربوا الناس اللي معاهم وحولهم، اللي بينتقصوا منهم واللي بيهاجموهم واللي بيسيئوا لهم انكم كيف تمشوا ورا الجيش وكيف تمشوا ورا جيش البرهان، وبيقولوا لهم اذا انتوا اصلا ماشيين ورا الجيش ده طلعتوا معانا الثوره ليه؟ يعني اول حاجه اخذوا حقيه الثوره دي ليهم. الثوره دي طلع الشعب السوداني كله، سرقوها انتوا اللي هسه بيتكلموا باسم الثوره او في مواقف الاختبار الحقيقي انه الامه دي تضيع والشعب ده يتفرتق والبلد تتقسم. هم اخذوا موقف ما حياد ولا خانوا المبادئ المشوا عشان ينضموا لاحزاب او كيانات سياسيه، او كانوا بيواجهوا في ظلم الحكومات السابقه او سيطره الجيش او العسكر على السلطه، وناضلوا كابر عن كابر وتوارثوا المساله دي. فالليله هم بيواجهوا في الهجوم ده. انا بعدد اسماء كثيره، لكن يعني من الناس الموقفهم كان مشرف في المعركة دي وما زال، وبخوضوا معركة من اتجاهين: معركة ضد الدعم السريع والاستعمار، ومعركة ضد الناس اللي حولهم اللي بينتقصوا من مبادئهم. احنا من هنا بنحيي ساندرا فاروق كدودة وبنقول لها احنا معك والجيش معك والشعب السوداني معك. ووقفتي وحملت راية وتعرضتي ما تعرضتي لهجوم، وهي في النهاية حرب مبادئ، وانت ثبتت في مبدئك واعلنت عنه. كتير خافوا وكتير تراجعوا. احنا بنحيي برضو شرفاء اليسار، شرفاء اللي عندهم مبادئ، وقفوا الآن وكتبوا عن التدخل الخارجي والعدوان السافر على السودان، وفرزوا بين الموقف الشخصي والمبدأ وبين الحاجة اللي بتتعرض لها الأمة والسودان. احنا بنقول لهم معاكم، والمعركة بتاعت الكرامة ما حقت زول ولا حقت يمين ولا حقت يسار ولا حقت وسط، هي معركة بتاعت مبادئ، معركة بتاعت اختبار مواقف. الناس اللي وقفت احنا معاهم، وهم عرفوا انه الحق ده بيمشوا وراه مهما كان قائله. حتى لو عندك خلاف مع الجيش او خلاف مع القيادة او خلاف مع البرهان، فاحنا بنمشي ورا الحق. شفنا الحياة دي متمثلة، وشفنا الناس اللي بيخوضوا في معاركهم. احنا كلنا اغلبنا مستقلين، واغلب الناس الداعمين للقوات المسلحة ما اتخطوا في الاختبار ده والامتحان ده. كل الناس اللي وقفت في المعركة دي يعني اغلبها كانت دعم القوات المسلحة، لكن الناس اللي جو من خلفيات حزبية هم ديل اللي بنشوف معاركهم بنتعلم منها ومن تجاربهم ومن ثباتهم. والإعلان الواضح إنه كلنا جيش وما زلنا إحنا كلنا جيش، والإسفاف الأخلاقي اللي هو ده بيشبه القحاتة، والطعن
الشعب السوداني والطعن في داعمين القوات المسلحة دي أخلاق القحات. هم أنصاص، عاشوا أنصاص وحيموتوا أنصاص، وما عندهم أي ذكر في التاريخ غير هم في خانة الخونة وما حيطلعوا منها. اتوارثوها ومشوا فيها ولليلة ما زالوا خونة وحيموتوا خونة. تحية لكل شرفاء الشعب السوداني، ناس اللي وقفت ودعمت القوات المسلحة وأعلنت موقف الوطني، ساندت ودعمت القوات المسلحة في الداخل والخارج، الوقفوا مواقف حقيقية، قاتلوا داخل المنظمات وقاتلوا داخل الدول اللي بتستعدى على السودان. احنا بنحييهم ونقول لهم احنا ما بنقول لهم احنا معاكم، لانه احنا صف واحد وما في نزول متقدم غير القوات المسلحة. والقوات المسلحة دي متقدمة لانهم هم اصحاب البسالة والتضحية، واحنا وراهم لانه احنا الساندينهم، واحنا القافلين الثغرة، واحنا الساندين ظهرهم. الأحرار هم اللي بيتبعوا الفكرة الصحيحة مهما كان قائلا منه، واحنا شفنا القاعدة دي. والمستعبدين هم اللي بيمشوا ورا الزول مهما كانت فكرته شنو، وكتار حسي خالفوا الطريق، وكتار حسي انحرفوا، وكتار حسي مشوا في مسارات احنا بنقول لهم يعني البنزل من القطر ده ما بيركب تاني، والبنزل من القطر بتاع الانتصار بتاع الشعب السوداني ومبادئ الشعب السوداني واهداف الشعب السوداني الثاني ما بيركب القطر. نحيي بسالة الشعب السوداني، تضحية الشعب السوداني، صمود الشعب السوداني. شفنا نماذج حسي، نموذج من شباب الثورة في ضيافة البرهان، والصورة دي انتشرت وتحت فيها كلام بيقول لك البرهان لاقى شباب الثورة ولجان المقاومة وما مشى العزاء بتاع الشهيد مهند. احنا اولا بنقول انه شهدائنا دي يعني نحسب انهم من المخلصين في النوايا، وانهم والله بحثوا عن الشهادة مش انتحار، لا، استجابة لنداء ربنا، ما استجابة لنداء قائد او قيادة سياسية او مكسب سياسي، او مشوا ربنا سبحانه وتعالى نادى البشرية لطريق الحق وهم استجابوا. كانت 8 أرواح. ونترحم على الشهيد أمين حسن هارون من رفقاء الشهيد مهند في معركة أم صميمة، وأبو قعود، وشهيد أمين يعني من بداية المعركة واقف وصامد ومقاتل، وهو من الجنود المجهولين في الأرض معلومين في السماء. ربنا يتقبل إن شاء الله أحسن القبول. في المعركة دي كانت ظهرت حاجات كتيرة، من ضمنها الصورة بتاعت لجان المقاومة اللي قاعدين مع البرهان في بورسودان، وناس روجت للصورة دي وقالوا لك البرهان قاعد مع لجان المقاومة وما مشى عزاء الشهيد مهند أو شهداء معركة الكرامة وهو قاعد معاهم. تاني يا حجة، أنا قاعد أوصف بإنه أنا والله بطبل، وإنه أنا داعم، وإنه أنا والله بروج. الصورة دي يا حجة يوم 4/3/2024، يعني ليها كم؟ ليها بالضبط 1.5 سنة. الوقت ده كان الخيارات المتاحة قدام الحكومة إنها تكون قاعدة سياسية تقدر تواجه بها المتطلبات الخارجية. وإحنا في الوقت ده كان عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر أركويت، كانت حضراه قيادات الحركة وقيادات ورموز العمل الوطني. بس أنا حرجعك للذاكرة. وفي المعركة دي إحنا قلنا رموز الشعب السوداني إذا كانوا في الثورة، إذا كانوا رموز نضالية، إذا كانت عقليات، إذا كانوا ناس خبراء، إحنا حنقلعهم يا حجة من الطرف الثاني. في ناس ما راضية الكلام ده وبتروج وبتشتغل. التاريخ بتاع الصورة دي الزول اللي نزله في التوقيت ده تكوني عارفة إنه عنده غرض. البرهان ما لقى الناس زي امبارح، ولا لاقاهن أول امبارح، لاقاهن قبل 1.5 سنة من الليلة، 1.5 سنة من شهادة مهند. وقت ده كان في عمل سياسي بيتم،
ما هو البر ديل فارضين علينا يا اخواننا. احنا دايرين حكومه مدنيه، دايرين حكومه مدنيه. في السودان ده عملتوا حكومه مدنيه والله مرحب، ما عملتوها بنفرضها عليكم. في التوقيت ده كان شهر 4 في مؤتمر في مصر. المؤتمر ده بدعوه من الرئيس السيسي، ربنا يجزي مصر وشعب مصر عنا خيرا. تمام. كان في حراك سياسي شديد، والوقت ده كانت في بوادر انشاء حكومه منفى. طيب الحكومه بتاعت حمدوكل في المنفى في سنه 24 والمقترح حقها كانت حتشتغل داخل السودان بشنو؟ بالازرع حقنها. الازرع منو حقنها؟ الداعمين المناصرين اعضاء لجان قوى الحريه والتغيير، رموز ثوره ديسمبر، صح؟ احنا قلنا اي زور رمزي في البلد دي البرهان فاتح الباب. انا وانت عندنا راي، والبرهان عارف عدونا منه وعارف عدوه منه. فتح الباب لاي زول قال انا والله داعم للقوات المسلحه. انا وانت ما حنقبل الكلام ده، لكن هو رئيس، بابه فاتح. اي كيان سياسي ولا دايرين انه انت يمشي تلي بيمشي الفريق الثاني، دايرين انه نمشي الفريق الثاني. قولوا كلامكم ده. قاعدين نلعب سياسه يا اخوان، واللي ما عارف يعرف. احنا بنحارب في الميدان وبنحارب في الخارج وبنحارب في عدو مستتر وعدو معلن. زول جا قال انا داعم للقوات المسلحه، زول محزب. انا وانت عندنا راي، الراي ده قاعد اضرب به مثل. سواق الركشه في الشارع لما يلاقيك سواق ركشه في شارع المطار او في شارع عريض في مدرمان في شارع ال40، انت سايق عربيه لاند كروزر جديده ومظلله وسمحه، العربيه بتاعتك بتمشي بها الشغل او ولدك بيمشي بها الجامعه، لكن سيد الركشه ده ماشي في الشارع ضايقك. سيد الركشه بضايقك لانه ركشه صغيرونه بتخش بينك وبين اللاند كروزر اللي قدامك او العربيه الباترول او الانفينيتي، عربات تكون سمحه. لكن سيد الركشه ده خش في النص، انت حتضرب له بور تقول له يا زلمه ما تمشي تشوف لك شارع، لانه انت خايف على عربيتك، خايف على تظليلك، خايف على استمتاعك بالعربيه الظريفه. هو سايق الركشه دي بيترزق. انا وانت ممكن تكون متضررين من بتاع الركشه في الشارع الرئيسي لانه بيخش بيقطع علينا قدامنا وبيسبب حادث. ايوه، لكن الدوله ما بتعاين الا الركشه زي ما انت بتعاين له. بتاع الركشه ده المفروض توفر له شارع، توفر له رزق، لانه هو بيترزق من الركشه دي. بتاع الدوله لما تمشي تشكيه وبتقول للوالي اطردوا بتاعين الركشات من الشوارع الرئيسيه وياكل ويشرب من وين سيد الركشه؟ طيب الدوله ما حتستجيب ليه كلامك، لانه كلامك منطقي انه بتاع الركشه بيجي بيعرض لي في الشارع الرئيسي بيخدش لي اللاند كروزر حقتي. ايوه كده، لكن الدوله ما بتعاين كده. المسؤول من امر العباد ما بيعاين لك كده، الرئيس ما بعاين كده. سيد الركشه عنده حق في الشارع ده، احنا ننظم له القانون، ننظم له السرعه، نعمل له شارع جانبي، لكن ما ممكن نزحه من الشارع عشان المنظر الحضاري بتاعك. ما ممكن. بيجوا ناس بيشكوا منه والله الباعة المتجولين، ست الشاي قاعده فارشه تحت الشجره، ست الاكل فاتحه تحت الدكان بتاعي، المظهر الحضاري. ايوه انت داير المظهر الحضاري المفروض ما يكون في الصوره دي قاعده، لكن الزول المواطن ده ما حياكل ويشرب، الدوله مسؤوله منه، توفر له حته، ما يقعدوا في البيت عشان مظهر حضاري وشركتك تكون. لا لا، الدوله ما بتتعامل كده، الرئيس ما بيتعامل كده. جاوا ناس قالوا احنا والله يا اخي داعمين القوات المسلحه، نخليه نمشي بهناك ولا نجيبهم بيجي؟ انا وانت بنقول له يا اخي اطردهم وما دايرينهم، وكل الاحزاب خانت وكل الاحزاب. لا لا لا، الرئيس ما بيقدر يعمل كده. يسمعك انت ويسمع خصمك، بتمشي تشكل الرئيس من خصم بيقول لك زي القاضي انت قاتلينك عديل، تمشي انت ميت تقول له والله يا اخي فلان ده قتلني ودي السكينه وفي الحته الفلانيه، بيقول لك نسمع اقواله ومن حقه يعمل محامي، قابضينه بس ثابته مصور لازم يسمعوا. ما الدوله لا تدار كده. عندنا فرصه انه الناس زي اللي يكونوا معانا او يكونوا في الطرف الثاني. اذا حمدوه حيعمل حكومه من الخارج فلازم يكون عنده في الداخل ناس. طيب هم قاعدين لهم سنه ونص، شفت منهم شنو انت؟ النشاط السياسي شفت شنو؟ هم سياسيين، انت شفت نشاطهم وين؟ الندوات اللي عملوها وين؟ المواكب الدعوا لها. في ناس بيكتبوا لك والله فلانه دي جات واستقبلوها وهي دعاميه وحيعملوا مواكب واحنا مترصدين. ده منو داير يعمل موقف في السودان؟ ده منو القحات الداير يعمل موقف في السودان؟ يعني انتوا بتستدروا في عاطفتنا ولا بتستغلوا بالشغل ده في شغل في اتجاه تاني؟ عينوا البرهان
ما جعز الشهيد مهند ومشى قاعد مع لجان المقاومه، قاعد معهم قبل سنه ونص، كان في مؤتمر في مصر الوقت ده. المؤتمر ده كان حاضره مالك عقار، المؤتمر ده كان حاضره قبل ما يصبأ مبارك الفاضل، كان حاضره أردول. في نفس التوقيت في شهر 3 جه حمدوك مصر، لما طلعوا الإشاعة القحاتة قالوا خلف الكواليس حمدوك قاعد مع كباشي. مذكرين الكلام ده؟ لأنك أنت بتنسى في صراع برا أنت ما مشغول به ولا تشغل به روحك ولا تهتم به. أنت داير شنو؟ إحنا ما دايرين قحاتة في السودان، ما في قحاتة في السودان. إحنا ما دايرين القحاتة يجوا يشاركوا في السلطة، ما في قحاتة حيجوا يشاركوا في السلطة. اما اللي بيثيروا في البرهان جاب البرهان، لا ما جاب البرهان. سمعتوا انت في عز الشهيد مهند قال شنو ولا ما سمعتوا؟ انا حشغل لك كلامه انه التمرد ده الى زوال وحنخضع عليه، بس كلام واضح. الكلام ده واضح. عندك كلام تاني دار تقوله دار تروج براحتك، دي واحده. اتنين، زياره البرهان للشهيد مهند الليله هي دي سابقه، وقبل كده عملها مره واثنين وثلاثه. في القوات المسلحة احنا زيارة القائد للشهداء هي دي رمزية لكل الشهداء، ما خص بها زول ولا خص بها كيان ولا الناس اللي بيقالعونا في الشهداء ديل. كل ما يستشهد زول من رموز القوات المسلحة ومعركة الكرامة بيظهروا ناس يقول لك احنا ده شهيدنا. لا لا، ما حقكم. ده ما مهند ما حق زول، امين حسن هارون ما حق زول، محمد صديق ما حق زول، ايوب ما حق زول، لقمان ما حق، ولا حقين القوات المسلحه ذاتها، ولا حقين القوات المسلحه. دي رموز الامه. احنا شفنا عشرات الضباط بيقاتلوا في المعركه دي ما عنده الرتب، بوريه ما لابسه عشان ما في زول يحييه ذاته، الرتب ما شاء، وبيطلع في النهايه على لواء، يطلع لواء، يطلع قائد فرقه ماشي في الشارع، الناس مثبتينه، عساكر مثبتينه، ارتكاز مثبت، شايل كلاشه وماشي، زرايره مفتحه، ما عنده زمن ذاته يقفل، ما فاضي ليك ذاته ولا فاضي لك. ده زول ماشي قاتل. احنا بنجي والله نصارى بعد ما الشهداء يموتوا واستشهدوا نيجي نقول والله يا اخي ده حقنا وده ما حقنا والبرهان جانا وما جانا. شغل اللوم ده دخل النسوان خلوه في العزاء، اللوم ده النسوان خلوه طالع. ده شنو ده؟ راجل مات عشان امه، راجل مشى يعزي في راجل، راجل مشى يعزي في رجال. ده المشهد اللي احنا شايفينه، شهيد يعزي في شهيد. ده اللي بنشوفه احنا، كلهم مشاريع شهداء من القياده فوق، من اي زول لابس كاكي في السودان، كلهم مشاريع شهداء ماشي على قدمين. لكن الناس اللي بيجوا بيصادوا والله البرهان مشى لاقى، لا البرهان ما مشى لاقى. انا قاعد اوضح لك يا حجه، في تضليل وكذب حاصل. ما لاقاهم في عز الشهيد مهند، ما لاقاهم. كان في انفتاح سياسي سنة 2024، حكومة قحط بتلاوي فينا، بيقول انه هم حيكونوا حكومة مدنية في الخارج. نقعد نتلفت نكتف يدينا، نكتف يدينا. القيادة العسكرية كانت بتحرر في ام درمان وفي بحري، لسه احنا ما قطعنا كباري، لسه بنحرر في الخرطوم، لسه بنحرر في مدني، لسه بنحرر في ولاية الجزيرة. قحاطة قالوا دار يعملوا حكومة بتاعت منفى وحكومة مدنية. احنا نقعد نتلفت. جوكا يا ناس سياسية شالوا الراية دي، احزاب سياسية شالوا الراية دي، حاضنة سياسية، قوى الوطنية شالوا الراية دي. انا وانت ضدهم، احزاب ما داير، انا داير الجيش ده يحكم، لكن هسي دي فرضت علينا والمعركة شغالة وبتسمع كلام الغايد بيضانك كل يوم بيكرروا. لو ما انتهينا من الدعم السريع ده انا ما اقدر اتكلم مع زول. القضاء على الدعم السريع، المجد للبندقية. يجي واحد يقول لك عين البرهان، انا حقرا كلام ناس ما حسي، لكن لانه هسه انا قاعد فوق راي. البرهان ما قال الكلام. قبل يومين برضه طالعين مناوي قال، مناوي ما قال الكلام، قالوا مناوي قال الحكومة ترحب بالجلوس مع الامارات. لا مناوي ما قال الكلام ده، لكن مناوي قال اول حاجة الامارات توقف دعمها للدعم السريع، امارات تعترف بمشاركتها في الحرب، امارات تعوض الشعب السوداني. بعدين نقعد. قال الكلام ده في اوروبا في الخارج،
وفي نفس التوقيت قواته كانت انتصرت في المعركة رقم 230 في الفاجر، وهو مشى في صفحته حياها وحي صمودة وقال مواصلين لحد تحرير دارفور كلها. لكن قدام الخواجات قالوا لي يا اخي تفاوض، نقعد للتفاوض والسلام لكن بشروطنا. ما ونست خواجات، مالك ومالي انت. مناوي ده وين؟ في الميدان شكرا جزيلا. برهان وين؟ في الميدان شكرا جزيلا. كباشي وين؟ في الميدان شكرا جزيلا. عقار وين؟ في الميدان شكرا جزيلا. الونسه بتاعت الخواجات دي حاجه ما تشغلي بها روحك، بس بوريك التضليل والناس اللي بتتصيد وبيفتحوا لهم القنوات وبروجوا للكذب والبرهان. هسه الليله البرهان في عز الشهيد مهند قال شنو؟ مشى لي مهند. ليه مشى لي مهند؟ لانه مهند لما الناس قلوبها رجفت طلع في ترابيزه توضأ وأزم داخل المدرعات والشمس فوق والقناصه حوله رموز من القوات المسلحه وقيادات. بيشوفوا الفيديو أزن والضرب شغال والبوابه الشرقيه بتاعت المدرعات اتكسرت. مهند خدت كوبايه قهوه لابس الكوفيه حقته، ما نسى اخوانه في المقاومه هناك وشايل كلاش وبطمن فينا وبابتسامه. يا مهند الناس دي كسروا الباب ومبتسم، ما في حاجه ان شاء الله. ومن هنا بنكلمهم في مدني، ومن هنا بنكلم العدو في دارفور، وبنكلم العدو في وحنفك الحصار. يا مهند الناس دي كسروا الباب، دخلوا الورشه بتاعت المدرعات، طلعوا في الدبابات. خالد عجوبه بيصور في الدبابات، مهند قاعد خدت كوبايه قهوه بيقول للناس اطمئنوا حترجعوا بيوتكم. بيوتنا يا مهند العمارات اللي فيها قناصه محاصره بالكورنيت بيقول لنا هي حنرجع. والله العظيم برمزيه، الرمزيه بتاعت انه البرهان معترف تماما بالمقاومه الشعبيه، معترف بالاستنفار، معترف بالمجاهدين مهما كان انتمائنا السياسي. ما تنكر ليهم زي ما حسي بروجوا ليك. البرهان قاعد في جنيفا واستجاب لشروط الامريكان. البرهان استجاب لشروط الامريكان، قالوا البرهان قالوا له تطلع قاده الحركه الاسلاميه من الجيش، قال لهم كويس تفصل التغييرات دي كلها قاصدنا مستهدفنا. مشى ليه مهند مع حركه اسلاميه، مشى له في البيت عديل لابس كاكي بتاعه ده بدبابيره، وقف وقال كلمه وقال من بيت مهند ده احنا عهدنا مع الشهداء ما استثنى زول، حتى الشهداء عند البرهان واحد ما استثنى زول. وفي بيت مهند ده ربنا يوم القيامه ان شاء الله بيجيبنا كلنا شهود. وقف قال حنحرر وحنقضي على التمرد. ديل بيطلع يقول لك البرهان استجاب لتعليمات الامريكان والبرهان قصد. انتم مش حركه اسلاميه، هاي ما جاكم عديل يتنكر لكم وين؟ ما مهند حركه اسلاميه، البرهان يتنكر له وين؟ الرجاله دي لاقتك عمنو انت بتتهموا البرهان والله انه هو خاضع للحركه الاسلاميه، او يجي يقول لك والله يتخلص من رموز الحركه الاسلاميه. انتوا ما هو ده قدامك. الرجال دي لاقتك وين؟ تبعات الحاجه اللي عملها البرهان دي سياسيا شنو؟ ما الليله دي حس القحاته ما حيخلوا لي جنبه ولا شغال بيزول. لما يجيك البرهان ده خالي بوري معناه ما فاضي ليك ذاته. شفت البرهان ده يجي لابس ما لابس بوري ده اختاو، والله العظيم اختاو. ده البرهان الجدجد، لا بيعرف لك سياسة، لا بيعرف لك إمارات، لا ضغوط أمريكية، لا بيعرف زول. جا وقف كده كلمتين قال إن خالي بوري اختاو ما تقعدوا تعملوا لنا الدراما دي. حق ما حقك ما بيشيله في البلد دي، ما بيشيله. والضغط النفسي والضغط الإعلامي واللف والدوران ما بتاكل معه عيش، ما بتقدر كالضبط، لا تستطيع. حسي الناس اللي هاجموه ديل بينزلوا الفيديو ده في صفحاتهم، لا زي الليله منزل لنا فيديو بتاع عمليه نهب مسلح قال لك في شارع الوادي. نهب مسلح كيف يعني؟ قالوا نهب مسلح. تعليقات الناس عجيبه، شوف وعي الناس. واول واحد كاتب لي ده الذكاء الصناعي رغم انه الفيديو حقيقي. لكن الزول اللي نزل الفيديو ده الليله قبل ساعات كان في فيديو بتاع طوف الشرطه الواحده اللي بتعرفوها دي بكورعينهم ماشيين راجلين. الليله دشنا الشرطه في السودان، دشنا الشرطه في الخرطوم، دشنا الشرطه في مدرمان، في بحري، في الخرطوم، في كل المحليات. كل محليه الليله طلعت تاتشيرات الشرطه حقتها، والناس شافوهم في الشوارع وفي الاسواق. ما تنزلوا الفيديوهات دي يا دوب الشرطه الليله نزلت. الشرطه يا دوب نزلت. احنا بنشكر القحاته والدعامه اللي بيورونا المساوي واللي بيورونا الخلل الامني. وكل ما يرفعوا فيديو هسه القحات رفع فيديو بتاع المطار ما شهودوه اسبوع. البرهان نزل طيارته في المطار. ما رجال يا جنة
قال المطار محروق وما يغشوكم منو؟ قالوا المطار محروق وتسمعوا في منو؟ المطار بتاعهم ده ومتى كنت تسمعوا في البلاب بس عين الصالة عاملة كيف؟ ابراهيم جابر ثاني يوم مشى وقف كده قال لهم الصالة دي هاي افتحوها. حجوا عمره ابراهيم جابر قال افتحوها. ما عندنا سرب جيبي وسيراميك يا سعادتك، ما في كاونتر جيب كاونتر. وقف كده بس قاعد حارس اليوم كله، اليوم كله قاعد حارس. بيمشي ام درمان وبيجي راجع المطار. دخل القياده العامه تاني رجع المطار. مشى بحري شاف موضوع الكهرباء تاني رجع المطار. المطار ده افتحه. نزلت طياره البرهان بعد اسبوع من كلام القحاته. احنا من شكاوي القحاته، خلل اللي بيصروه القحاته. احنا قلنا تاني ما بنرفع شكوى لمسؤول. فيديو بتاع مواطن لا 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 بس حق القحاته. مالكم في شنو؟ قالوا المطار. طوال البرهان نزل طيارته، نزل الطياره في المطار بعد اسبوع من الفيديو. قال له جدا ما عندك مشكله، المطار ده ما بينزل هاي بننزل لك تاني في شنو. والصالات عامله كيف؟ الصالات دايره بها شنو انت؟ هو الموضوع في الطيران الطياره، الموضوع في زي ما البرع لما يمدح بيقول وطار بل بيطير بو. يعني هي الموضوع في الطيران الطياره ذاتها. نزلت في الرنوي لقيت صاله والحمامات دارب الحمام شنو انت بتمشي بيتكم. تزول جيت قاطع مسافه بتاعت 9 ساعات، خلاص بقت عليك الحمام بتاع المطار وينه محروق يا اخي. نعم محروق. ما عندنا ما امشي في الخلا ده في السهله زي موظفين ديل انت ما احسن منهم بيمشوا الحمامياتو في جوا المطار. يا هدى امشي معاهم، ما داير امشي بيتكم. خلص جوازاتك اجيب في السير شيل شنطتك امشي. كل الخرطوم حمام اخذ راحتك يا اخي في اي ركن في اي زقاق ما عندنا معك شغل. تاني داير شنو ده؟ هو عامل له عامل كيف؟ عارفين انه عامل كده. نعم علي عارفين انه عامل كده. وعشان كده عندنا مطار جديد وحنشتغل فيه وحسي وحنفتحه باذن الله. شغالين فيه وعارفين مطارنا زي وشنا ما جبت جديد في الجيش. وعينوا النهب المسلح في شارع الوادي. طيب ما في الشرطه الصباح يا دوب استلمت، يا دوب الليله دشنا الشرطه، يا دوب الليله. اخر قضيه بتاعت نهب مسلح سمعتها في مدرمان قبل كم شهر. هسه قريب ده يعني كم يعني اسبوعين. شوف معدلات الجريمه، اقل معدل جريمه في العالم الان داخل الخرطوم دي، داخل المدن المسيطر عليها القوات المسلحه تكاد في مدن زيرو. شوف الدولة اللي انت قاعد فيها، شوف المدن اللي انت قاعد فيها، نجيب التحرش والنهب والسرقة. شوف بريطانيا في الساعة فيها بالفيديو انت عارف انه المواطنين في بريطانيا بيربطوا العربات حقتهم بجنازير في عمود الكهرباء، خليه يسرقوا العربية ويفرتقوا بيقوا ذاته الشاسيه يشيلوا. شوف الفيديوهات بتاعت السياح في اي حتة في العالم. لا لا بس عينوا النهب المسلح تسمعوا في البلابس اقول لكم نرجعوا. هو حس انت في مصر دي ما بيسرقوا الشنطه بتاعت الزول، بيسرقوا الكليه بتاعته. تاني في شنو؟ اعمل لكم درمان اللي بيسرقوا شنطتك ولا كليتك؟ اتفضل. الامن ياتو. ما هو ده النهب الالكتروني في الامارات، تدقس في شريحتك بتلقى حسابك بماينس 50,000 درهم. لا لا بس انتوا قال لكم نرجعوا. احنا هسه شغالين في ترتيب ما بعد الحرب، عندنا ارتكازات وشرطه واجهزه امنيه يا دوب بنفتح في الاقسام. حس انت ذاتك لو قدرت تفتح بلاغ ذاته قسم ما في. الليله احنا وزاره الداخليه اعلنت انها جهزت 153 قسم شرطه. الله اكبر. في نص الحرب ده. ايوه نعم. انتوا دوبكم مرقتوا منها 200. لا زول بنينا اقسامنا وجهزنا 153 قسم شرطه في ولايه الخرطوم. 153. طيب ما تنزلوا الفيديو بتاع ناس الشرطه الصباح. لا لا ما بنزلوا. الناس اللي همهم الامن في الخرطوم ما تنزلوا فيديوهات الشرطه. لا لا ما ينزلوها. لكن ينزلوا لك اسمع عمليه نهب مسلح. اوكي المطلوب شنو؟ جدا. بكره ان شاء الله السيد الوالي حيطوف في شارع الوادي، والقوه المشتركه حتطوف في شارع الوادي، واي زول شغال 9 طويله نهاب اللي يشوف لي شغال حلال خلال الاسبوع ده تاني ما في لكم وجود، وبتتضايروا بدون ما في زول يعرفكم. ما العربي نجد بنضايركم. وين المتعاونين؟ المتعاونين الدعامه وينهم؟ الاسرى بتاعين الدعم السريع اللي كانوا قاعدين وهنا يلقين وينوا القصص دي؟ 3 شهور ما قاعدين تسمعوها. احنا بنضايرك يا صاحبي،
احنا ما دايرينك معانا، تسعة طويله ما دايرينك معانا. من هنا للاسبوع الجاي بتشوف وزير الداخليه ذاته هو اللي حيبين لكم، وزير الداخليه شخصيا معاه الوالي حيبين لكم، الاثنين لابسين كاكي. لكن برضه بنشكر القحات على التنبيه. شايف التضليل يا حجه؟ كل الموضوع ده منو يقول لكم ترجعوا؟ والله ما نرجع الا البرهان يرجع. هو ده البرهان حيمسي في درمان، ما ترجعوا والله الا يفتحوا المطار. ما في زول فتح المطار، البرهان هو اللي فتح المطار. والطياره الثانيه اللي نزلت طياره كباشي وطياره عقار نزلت في مطار الخرطوم. ثاني عندك شنو انت؟ داير شنو انت يعني؟ انا ما فاهمكم دايرين شنو؟ يجيبوكم يقتلوكم. هو ده القاده حقنا نزلوا في المطار. داير شنو انت ثاني؟ انا ما عارف داير شنو الزول ده. دايرين شنو انتوا؟ نزل الطياره بتاعته في المطار ثاني في شنو؟ السيد رئيس الوزراء قال شهر 11 الحكومة والمؤسسات الحكومية ومقر الحكومة حيفتح في الخرطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي زول عنده استثمار شغل ما كان موظف حكومي عنده شركة، احنا بنقول لك في حاجة اسمها التراكم، في حاجة اسمها ابتذال الفكرة. زي ما بتلقى محل ليمون يقول لك ملك الليمون، عصير الليمون، أمير الليمون. هم ما بيقلدوا بعض، لانه دي الحاجه اللي بتكون متاحه في الوقت داك. موسم ليمون، الناس يعملوا شنو؟ يعملوا عصير. الفكره جاتك انت وجات لي ألفي وغيرك في نفس التوقيت. فانا بقول لك التراكم بتاع الافكار ده اللي حيحصل انه في الفتره بتاعت الشهرين دي اي زول يا اخواننا تعال جهزوا شركتك. اللي عنده مصنع اللي يجي، اللي عنده صيدليه اللي يجي، اللي عنده شركه دواء اللي يجي، اللي عنده وكاله سفر اللي يجي، اللي عنده مصانع اساسات اللي يجي. عندكم شهرين. قال لكم رئيس الوزراء اعلن عديل، ما في قنواتنا بس ولا في سونا، في كل القنوات الاعلاميه تصريحات دكتور كامل ادريس هو لمس قال احنا شهر 11 خلاص انتهينا من القصه دي. فالبقعد برا خالف رجل على الرجل. والسودان ده 10 سنه ما لا السودان ده ما 10 سنه. احنا حنكون اتخطيناك بعدين ما تيجي تتبكى. الامور بتاعت الحساده ديك بعدين خلوها. ده عشان بيعرف الوالي، ده عشان بيعرف البرهان، ده عشان بيعرف كامل ادريس، ده عشان كده فتحوا له المصنع. لا، تزيد نسبه الخطر بتزيد نسبه المكسب، معروفه. في الحارب ده، في الحارب دي مش بتزيد نسبه الخطر بتزيد نسبه المكسب. هسه الظروف مش ما مواتيه لكل الناس ترجع، الناس خاطرت وجازفت. ده حيزيد نسبه مكسبه، حيزيد نسبه منتجه، حيزيد نسبه سمعته، حيزيد نسبه. بعدين ما تيجي تتبكى. هسه كلمك قبل شهر، هسه قال لك شهرين. زمان قلت لك جهز شنطه الحديد ما في زول يشتغل بي. طيب رسلوا اولادكم جهزوا السبت تانك والبير والمويه وتوصيلاتها وامنوا بيوتكم امرقوا. اسمع انا ارجع لك في الظروف دي دور ترجعوا. ما تشيل كلاش معانا، ما تشيل معانا كلاش، بس تعال امن بيتكم لانه المويه حتجي. مويه شنو تجي تحلموا انتوا؟ كهرباء شنو اللي بتجي؟ حس الواحد يرجع يلقى البيت غرقان يقعد يتبكى. رسل ولدك قفل البيت وخليك برا. لكن حسي شفت الشهرين دي وحياة الله حتشوف حركة السودان ده بإذن الله، بإذن الله حيكون زي خلية النحل، ليل ونهار، ليل ونهار. شاحنات داخلة، كراكات شغالة، عمال بيبنوا، شركات بتفتح، محلات بتشتغل، تسمع صوت الرادي هناك هنا من درمان، السوق ساعة قشر يدور. بعدين تيجي تلقى روحك برا الرصة تيجي تقول لي والله انا ما كنت قايل الوضع كده، انا حقيقة كنت ما قاعد تفتح تلفزيون السوداني انت. ها كويس؟ سوي لك شنو يعني؟ الترويج اللي بيعملوا فيه ده يا حجة احنا بنحسمه في الميدان ده، ميدان القتال، ميدان غيره. البلد دي راجعة برضاك غصبا عنك، راجعة معانا ما معانا راجعة. دار ترجع حبابك، ما دار ترجع براحتك. لكن الزول يتحرر المعلومة الحقيقية. اطلعوا حسي تاجروا بالقضية دي. البرهان لاقى ناس اللجان بتاعت المقاومة سنة 2024 لترتيبات سياسية، واحنا اي زول رمزيه في البلد دي، رمز في الثوره، رمز في الغنى، رمز في الكوره، رمز في السياسه، احنا حنقلعه. اي زول في الخارج رمز في مجاله اكاديمي احنا حنقلعه. وما في حاجه اسمها خلاف سياسي، لانه الجيش ما عنده سياسه، لانه الجيش ما عنده توجه سياسي، ما عنده انتماء سياسي. الكوز الحركه الاسلاميه حزب الامه اليساري عند البرهان واحد، ولو انحاز لواحد فيهم يبقى الجيش ده ما مستغل.
يخش له اسلامي يقول له بقاتل وانا داعم الجيش وداعم الشعب السوداني، مرحب بك. يخش له يساري شيوعي انا داعم البلد وداعم الجيش، مرحب بك. البرهان هو لازم يجيب في حته واحده من كل الناس. ما نحن والله حاربنا المفروض لا داير حقك، انت مرتزقه ولا شنو؟ كل ما نجي نمشي اقول لك عينوا وزعوا الحاجات، وزعوا شنو؟ وزعوا انتوا يعني المعارك دي والتاريخ الاسلامي والقياده. قال لهم يا اخي الناس ديل اخذوا لعاعة الدنيا واخذوا الغنم واخذوا الغنائم، وانتم عدتم برسول الله للانصار. ما اداهم حربة واحدة، قال لهم وانتم عدتم برسول الله. اصلا انتوا ما بتتأسوا بحاجة. كل ما نقول حاجة عليك الله عن الموقف ده متجه وين؟ يبدو ان البرهان استجاب منو اللي استجاب؟ انا ما برد على الحاجات اليوم كله يحللوا، اليوم كله يحللوا. البرهان يبدو ان البرهان قد لا ما في حاجه زي دي. ولو في حاجه زي دي انا كنت اول زول بصد. لا ما في حاجه زي دي. واي ترابيزه ينادوا فيها البرهان اللي مش ما العربي نجيب، ولا بنشكك في قياده ولا بنشكك في مقاتل ولا بنشكك في زول. البرهان نادوا في جنيفا، مشى هاي مشى. انت مشكلتك شنو هسه؟ ما هو مشى ما كلمنا. اردول التلم ده كاتب منشور على البرهان يطلع الشعب السوداني على ما جرى في جنيفا. ايه تقدر زايد على البرهان ولا شنو؟ ما عندك مشكلة يا اردول. كده اطلعنا على اللجنة اللي كونها حمدوك في شهر 11 في سنة 2020 لما كنت انت نائب مدير شركة المعادن. هو كون لك لجنة قال في فساد. اللجنة دي خبرها شنو؟ سنة 21 قبل البرهان ما يبيل حمدوك برضه قام كون لك لجنة تاني لما بقيت مدير الشركة السودانية. اطلعنا عليها كده. اطلعنا على المبيعات بالورقة والقلم، خدت علينا قول انا صدرت كده وصدرت كده وصدرت كده في شغلك بتقدر يا اردول. لكن المسألة بتاعت المزايدة على البرهان انه يطلعنا ما جرى في جنيف. جرى في جنيف يا هو ده شغال حسي في كردفان وفي دارفور. البرهان ده عسكري ما يوريك حاجة. داير بقى شنو انت؟ الموضوع ده داير بقى شنو انت؟ وانت بالذات يا اردول ما مشيت بروكسل في ال 24 وقعدت مع الحرية والتغيير، ما تمشي تسأل ناس بروكسل ديل وجنيفا ذاتك. ما مشيت جنيفا اسأل الخواجات ما الذي دار في الاجتماع. انت معاه فيها واصل وصاحب كيان وزول يدك طويلة. ما تسأل الخواجات قول لهم دار شنو. احنا البرهان ما بوريك، ما حيكلمك. مش عملت له الحركة والدراما دي. ما الذي دار في جنيفا؟ ما في اي حاجة دارت، بل في دارفور بل في كردفان، وما في دعامي حيجي. ما قناة العربية نزلته لك المبعوث الامريكي. البرهان قال له الدعم السريع ده ما حيجي السلطة وما حيرجع تاني وما حنشاركه، بس ما في تفاوض معه، بس خلاص انتهى الموضوع. طلع بعديها مجلس الامن قال يا اخي ما بيعترف بحكومة نيالة. تاني داير منه شنو انت يعني؟ كده قول لي حاجه تدينه بقى عشان تقول لي والله اسرار ما يطلعك يا اخي. ما هو داير يوريك، هو داير تعمل لي شنو يعني؟ ما داير يكلمنا ولا داير يكلمك انت ولا داير يكلمني احنا ذات. حنعمل لي شنو؟ زول كبير البرهان يعني دقوا يعني مثلا يا برهان عملت شنو في جنيفا؟ ما هو داير يوريكم نسوي لي شنو يعني؟ قول لي بس الكبير اللي اكبر من البرهان ده نجيبه منو يعني؟ عليك الله برهان عملت شنو طيب في جنيفا؟ كده ما اقدر اوريكم. اقول لي شنو؟ ما ده الرئيس كمان. عليك الله برهان بس عليك الله بس ما اقدر اوريكم. اسوي لي شنو يعني؟ انت قول لي اسوي لي شنو بس؟ ابى يتكلمها ابى يا برهان انت عملت شنو في جنيفا؟ انت مشيت هناك عشان تجي الروايه طالعين بقى الجماعه ديل وقاعدين لين في اليوم كله في القنوات. انا طبعا في ناس حشيله معاهم بنيه رسمي وشعبي، لكن تبقيته ما جاء. قال شنو؟ قال البرهان اتفق مع الامريكان انه يزيح الاسلاميين. انا بتكلم عن الحركه الاسلاميه قبل الحرب، واحنا شفنا فيهم رموز صادقين وفيهم رموز كاذبين، وعملنا عليهم ثوره ووديناهم السجن. فيهم ناس اتباع الفكره صادقين شفناهم في الميدان، شفناهم شهداء، شفناهم مقاتلين. لكن الحركه الاسلاميه
جيت شرحت للأستاذة حنان السياسية، قالت يا أخي دار تدين الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية. قلت لها الشيطان ما حيسمح بالحاجة دي. الزول الوحيد اللي وصف الحركة الإسلامية تنظيم إرهابي كان الملك عبد الله الساعة 1 صباحا في ثورة يناير في مصر. أول من السيسي استلم قام هو الوحيد اللي قالها. لكن الشيطان ما بيسمح بالحاجة دي. عارف ليه ما بيسمح بالحاجة دي؟ لأنه لو زحيت الواجهة بتاعت الحركة الإسلامية من الشعوب المسلمة حيظهر شنو؟ الإسلام الحقيقي، الدين الواضح ده، دين الله الواضح ده. لكن ما بيسمحوا بالحاجة دي. ما لو زحيت الحركة والواجهة الإسلام السياسي ده حيجيك الدين الراس عديل. الخواجات دي أكتر ناس بيتمسكوا بالحركة الإسلامية. وأول من مسك ترامب قلت لك الإسلاميين في العالم، ما في السودان، في العالم حيظهروا للسطح. بايدن بيحكم باليساريين، ترامب بيحكم باليميني، معروفة ولا داري درس عصر. حتشوفهم حسي في المغرب، حتشوفهم في الجزائر، حتشوفهم في قطر، في تركيا حيكون عندهم وجود وحضور. ترامب بيحكم بالواجهة دي لأنه ترامب بيستفز العقيدة ذاتها. حسي اللي بيعمل فيه في الأراضي المقدسة دي ده ما بوحد الأمة وبخلي الناس دي تشيل كلاشة تخش له. اللي بيثبتوا اللوم منه من الواجهة الإسلام السياسي. لا هذا خروج على الحاكم، إن القتال بدون إذن الحاكم يعد منو اللي حيفتي بالحاجة دي؟ منو اللي حيفتي بالحاجة دي؟ ما لازم يكون الواجهة دي قاعدة. الشيطان أهم له ديل من نوعية حنان حسن. حنان حسن دي هو ده الشيطان أصلا شمال. حيسوي شنو بالشمال الزيادة؟ هو داير من اليمين. فهمت الكلام ولا ما فهمته؟ فلما تيجي تقول لي أمريكا قالت له أبعد الإسلاميين، قام أبعدهم. طيب انتهينا من الموضوع. أبعد كم إسلامي؟ السادة المحللين دول يقول لك الإقالات في القوات المسلحة فيها شبهة سياسية. ممتاز، زحها كم إسلامي؟ 8 9 10 20 ضابط 50. أول حاجة أعمار ذاته في الإنتاج والعطاء هم تجاوزوا السن، وكانوا كلهم كانوا في المعاش الإجباري، يعني تجاوز ال 65. ما عنده القدرة اللي يحاربوا كده لصحته. كثير منهم طلبوا إنه ما يرجعوا الخدمة. رجعوا الخدمة بحقهم الأدبي وبيرتبون ونزلوا نزول مشرف وأخذوا حقهم الأدبي. أنت جاي تنقص منهم، جاي توصفهم، جاي توصيهم، لكن نقول زحوهم. الليلة البرهان في نفس اليوم قال كل القوات المساندة دي هي داخل القوات المسلحة. قلت لك الكلام ده قبل كده. دخل لواء البراء فيه 12 كتيبة، يعني زحة 8 إسلاميين، دخل لواء البراء ده كله الجيش. مش بقول لك ياسر عرمان فرحان قال الآن البرهان ينفض الجيش وممكن بعدين أسس العملية السياسية على دخل له لواء البراء كامل. يجي واحد يقول لك البرهان قصد الإسلاميين، البرهان نكر حق الإسلاميين. أنت داير تتاجر، أنت زول حمار بس، أنت زول حمار. وهو ذاته البشير عشان النوعية بتاعتك دي حوله، عشان كده سقط. الشعب كان بيطالب بحاجة أنتوا كنتوا بيشاوروا، كان شكله بيشاور نوعكم ده. سقط البشير وسقطت الحركة الإسلامية مع ذنوع الحمير ديل. ودخل لك اللواء بتاع البراء كله بقى قوات مسلحة. داير منه شنو انت تاني؟ يعني انت داير شنو يعني؟ نكران، ترويج، اصطياد في المويه العكرة. الدراما اللي بتسوي فيها دي احنا ما فاضل له. الدار يحارب للبرهان اللي يحارب، والدار يحارب لله اللي يحارب. والكايس من ورا الموضوع ده رزق ومنفعة ده مرتزقة اللي كوسة، والكايس منصب واللي يجي يتكلم بمنصبه. والنوايا حقتكم والمثل السوداني ده مهم جدا. قالوا الزول بيحدثوا غرضه. يجيك زول يكون داير له شنو؟ بطارية منك، تلقى قاعد معك في الديوان. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيب. الأخبار؟ الجماعة ديل كيف؟ والله كويسين الحمد لله. شايف الهلال اليوم داك لعب، لكن والله كنت داير أحصل الاستاد لكن بطاريتي كانت نازلة. هو جاي يشيل منك بطارية. فقالوا الزول بيحدث شنو؟ غرضه. والله كنا ماشيين العرس ده في مدرمان، لكن تعرف البطارية كانت بتفصل قبل ما يطلب منك هو راو بيكون فالناس زي لسه بيحدثهم غرضهم. والبرهان ما عارف ازاح. انت داير السلطة يعني انت داير السلطة مثلا؟ يعني هسه احنا الشعارات والمبادئ اللي صدقوها الناس ودعموك فيها تيجي هو والله يوزع الكراسي. ما يوزع الكراسي، انت زعلان مالك يعني؟ وما كان متفق معك اصلا. ماضي مع الحركات المسلحة، ماضي مع كيانات سياسية، ماضي مع انت ما كنت من ضمن الموضوع. لا والله برهان وزع، ما وزعنا هاي، ما في اتفاقية. ما عارف انت اتخلعت ليه يعني؟ انت مخلوع مالك يعني
يعني كنت داير شنو انت داير شنو؟ قاعدة اسمع يا حجة، الحركة الإسلامية دي الشال الشارع وما بتجيب إلا الشارع، لكن البرهان ما شالكم، ما بجيبكم البرهان. نقطة عربي انتهى. انتوا مش شالكم الشارع، هاي اللي يجيبك الشارع بالانتخاب حبابك، باستفتاء حبابك، ما عندك حل غير ده. شالك الشارع يجيبك الشارع، وهو ما منعك من شارع ولا منعك من قبول ولا منعك من اعلام ولا منعك من وجود ولا ما فاتح لك زيك وزي اي زول، لانه هو واقف من مسافه واحده. ما تجي تزايد عليه وما تجي تسوقونا في الاتجاه الغلط. شالك الشارع ما شالك البرهان. ثوره دي عمل الشارع ما عمل البرهان. تضليل خليه رقم 20 رقم 19 يا حجة. قاعدين قبل شويه ناس اموره طيبه يشربوا الشاهي ويشربوا قهوه، وانا حقيقه كنت بتراسل مع يعني شباب ديل في منتخبنا الوطني صقور الجديان، وبارك لهم ال 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 الانتصار، وبلوم فيهم بالداخل كده. يا اخوانا خربت وشي مع الجزائر قاعدين في امان الله. اول او تاني مسؤول على مستوى مجلس السياده نائب رئيس مجلس السياده السيد الفريق مالك عقار، والسيد الفريق الكباشي. كباشي الليله ما حضر الاستقبال بتاع ولايه الخرطوم، لانه كان في البريه وكان في الجويه. شفت الصور بيتمم على المواقع العسكريه، بينفذ في القرارات بتاعت هيئه الاركان بنقل واخراج القوات العسكريه، بيتمم حايم على البريه، حايم على المواقع البديله، حايم على الكليه الحربيه من امس. السيد الفريق الكباشي الليله السيد والي ولايه الخرطوم والين استقبل مالك عقار، استقبل نائب رئيس مجلس السياده. السيد مالك عقار معروف بوضوحه وصراحته حسم المساله، كلامه واضح. كان ملتقى جامع للسودان، بيتكلم في الشأن الداخلي جوا صالة قاعدة جوا الخرطوم كولاية، قاعدة في مدرمان كمحلية، قاعدة في دولة السودان، بخاطب في الناس. قال لهم يا أخي مرارات الحرب والأسباب اللي صنعت الحرب دي احنا لازم نتخلص منها، دارين نتغير كلنا، نكون واحد فعلا، نتساوى في الحقوق. الكلام ده في زول بيعترض عليه. قال احنا لما الحرب دي بتاعت الكلاش حتنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، قال جايانا حرب اكبر، حرب انه احنا والله يا اخي نكون واحد، حرب انه نزيل الفروقات والاسباب اللي ادت للحرب، التهميش، السكن العشوائي، انتقاص الثروات، لين نكدس الجامعات والمؤسسات داخل الخرطوم، نوزعها. ناس المعادن نودي لهم كليتهم محل المعادن، ناس المويه نودي كليتهم محل الانهار، ناس العلوم نوديها هناك في بابا نوسة. الكلام ده في زول بيعترض عليه. تقوم قناة الحدث المقرها في بورسودان، واللي هي كل يوم والتاني احنا بنقبضها بالثابته ونرفع شكوتها للسيد وزير الاعلام، تطلع تصريحات انه مالك عقار قال الحرب دي حتنتهي بتفاوض واحنا هنخط البندقيه. الحرب ما بيتكلم عن الحرب دي، لا هم فاهمين، بيحرفوا في كلام مالك عقار. يا اخواننا مالك عقار ما قال الكلام ده، قال لك نائب رئيس مجلس السياده مالك عقار الحرب ستنتهي بمصالحات. بيتكلم عن الشأن السوداني، بيتكلم عن القبائل الأولاد في الجيش وفي الدعم السريع، بيتكلم عن انتشار السلاح وأسبابه، إنه إحنا والله شلنا السلاح ندافع عن السودان. قال نوجه السلاح ده في مصلحة الأمة، ما نوجهه في بعض. الكلام ده حاجة ما واضح. الفيديو بتاع كلمة مالك عقار 8 دقائق 51 ثانية، بس عشان تعرف القحات، وعشان تعرف قناة الخبث، وعشان تعرف المسؤولين وإهمالهم. تاني جوا البلد مالك عقار بيخاطب في الشعب السوداني، وكان الاحتفال فيه تمازج، غنى من الشرق ومن الغرب ومن الوسط ومن الجنوب في لوحة، الناس مبسوطة وبتهلل وبتكبر وحست بالانتصار وحست بانه خلاص رجعنا للسودان ورجعنا الخرطوم. وده رمز، ده نائب رئيس مجلس السيادة جاء، حكومة المدنية جاية. طلعوا طوالي بتصريحاته. اسمع قناة الحدث
لعن الله الحدث والقائمين عليها وممولينها وناشرينها والبدون ترخيص والبسكتوا عليهم. قال نائب رئيس مجلس السيادة الحرب ستنتهي بمصالحات. لا، ما قال الكلام ده مالك عقار. في الدقيقة 4:13 ثانية من خطابه المدة 8 دقائق 51 ثانية بدأ الكلام عن الحتة دي، وحشغلوا لك. الناس قالوا التسجيل ما واضح، هم كان قاعد مسجل ودراكولا ذاته بالمناسبة والله، لكن قناة الحدث بتجيب الفيديو. كان قاعد جوا ذاته دراكولا، قاعد مصطفى محمود، قاعد اسلام النو، قاعد احمد، قاعدين بيسمعوا في الكلام، قاعدين رموزهم درمان، كلام عبد القادر سالم ربنا يدي الصحه والعافيه، رموزهم درمان قاعدين بيسمعوا في الكلام ده. الزول ما قال الحرب ستنتهي بمصالحات، ما بيتكلم عن الحرب دي، بيتكلم عن الخلاف الاجتماعي في السودان، بيتكلم عن جذور الازمه والتفرقه والعنصريه، انه احنا لازم نتصالح بعد ما نقضي على العدو ده. قال موضوع الكلاش ده بينتهي، الحرب دي بننهيها بكلاشنا ده، والدعم السريع ده بننتهي منه. ده قناة الخبث يا حجة قدام الناس على، وناس يطلعوا يقول لك صرفة بيطبل، صرفة بيروي، صرفة ما قال الكلام، لكن تقدر تسوقني في اتجاهك ليه؟ المرضى اللي بيقولوا انفصال السودان وتقسيمه حياة وموت، دي المرضى، دي المرضى، والحياة دي ما حيصلوها، والأذرع حقتهم أنا ولله الحمد والمنة قلت لهم بكسر أصابعكم وبقطع يدينكم وما بتقدروا تعملوا حاجة. كذابين. الدار امشي ورا الضلال اللي مش عندك أمراضك في نفسك، لكن الزول ده ما قال الكلام ده، لكن عشان انت تشين عليه حملة مالك ما قال الكلام ده. كذاب. مالك ما قال الكلام ده، مالك عقار ما قال الكلام ده. تاني قالوا شنو؟ الليله دي قناه الحدث، انا حنزل الخبر بعد شويه بعد اللايف في الصفحه، حاعمل له شير من قناه الحدث. دايركم كلكم تمشي تقول لهم قناه الكذب، قناه الضلال، عملوا لنا هاشتاج. مالك ما قال الكلام ده، مالك عقار ما قال الكلام ده. في المنشور الخطينه ده انا داير فيه اعلى الريتش. قال شنو؟ السودان يحتاج للمصالحات ونسيان الماضي مع منو؟ لكن شوف ما كتبوها، قصدهم مع الدعم السريع، لكن ما كتبوها عشان يوحوا لك انه مالك عقار بيتكلم عن الدعم السريع. السودان فعلا يحتاج للمصالحات بيننا احنا السودانيين. قلنا دايرين مؤتمر جامع سوداني جامع، مقره هناك يكون في الفاشر في الفرقه السادسه، كل السودانيين، كل القبائل، كل الزعامات، كل الفصائل نمشي نقعد هناك في الفاشر، نحل الموضوع ده كسوداني سوداني. يرأسوا البرهان، يخط الكراسي يمين وشمال، المشاكلين كلهم يقعدوا. دايرين ايوه الحوار ده، دايرين ننهي الحرب دي، دايرين ننهي الخلاف ده، دايرين كلنا نتوزع علينا الثروه والسلطه، ودايرين ناخذ حقنا كل، ما دايرين زول يطلع مظلوم. جابوها هنا قالوا لك شنو؟ يوحوا لك انه البرهان مالك عقار بيتكلم عن الدعم السريع. قال لك السودان يحتاج للمصالحات ونسيان الماضي بين بعض. في قبيله اولاده دخلوا الدعم السريع نشيله مع القبيله، في قبيله اولاده دخلوا ضد او اهلهم نشيله مع القبيله، نفرتق نسيجنا. المجرم ده نحاسبه، لابس كاكي دعم سريع نحاسبه. في قبيله قاطعت اولاده في القوات المسلحه واتهمتهم انهم خانوهم. ديل ما خانوهم، ديل وقفوا مع الشعب السوداني على حساب قبائلهم وبيوتهم. احنا ما حنتخلى عنهم، حنخدها مصالحه ونتصالح. ليه ما نتصالح؟ لكن هم اوحوا ليك انه المصالحه قاصدها مالك عقار مع الدعم السريع. شفت الترويج والتضليل؟ والله مكتبهم في بورسودان، عندهم 4 5 مكاتب في بورسودان، كل يوم يطلعوا لنا كذبه واحنا قاعدين نعاين. يا وده قال نريد توظيف السلاح لمصلحه الشعب السوداني. غلبتهم دي جابوها زي ما هي. كيف حتوظف السلاح لمصلحه الشعب السوداني؟ قال انتشار السلاح ده في يد الناس احنا ما نخطه انه احنا نقتل ببعض، نوظفه في حماية حدودنا، ثرواتنا، انه ما في زول يجي يعتدي علينا. كلام مالك عقار ده فيه غلط. قناة العربية جابت النقاط كده 4، كل نقطة 3 نقاط، كل نقطة فيها
3 كلمات. الحرب ستنتهي بمصالحات مع منو ما كتبوها، بين منو ما كتبوها. هو قال الحرب اللي بيننا هنا اول حاجه، قال حرب الكلاج دي حتنتهي، حتجينا حرب اكبر، حرب المجتمع، حربنا مع بعض، حروبنا السابقه، مراراتنا الماضيه، قال لازم نتناساها، لازم نحارب روحنا، لازم نوقف الحاجه الغلط. ده كلام واضح، ده خطاب وانا حنزله بعد شويه لان ما سمعوه. لكن انا حسي وانتم بتتكلموا حقوم اشير. احنا الحدث دي ولا بنأجله لبكره. هسه انا حشير المنشور ده في الصفحه. الخبث السوداني مناة الحدث السوداني. حضروني؟ لا والله ما حضروني لسه. بتذكر زمان كنت في لايف داير اتكلم عن قناة الجزيرة، بس ودخلت الصفحة وانا بتكلم يعني انه عندهم منشور كده وداير اصلح وبتاع واتكلم عنه. طق حضروني لك، لكن فكوا حاضري بعد ذاك. يا ودي تصريحات مالك عقار انا حاعمل لها شير في الصفحة. جابوا تصريحات البرهان، قال لك اعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي استمرار المعركة ضد الدعم السريع. اول حاجة كتبوا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة شالوها برا. احنا بنحاسب مديرة قناة الحدث في بورسودان. كانوا في الاول بيكتبوا قائد الجيش، لكن اخذوا ليه الرقدة كده، لقوا انه من البرهان ما في فايدة، قاموا بعديها كتبوا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة. هسه تاني رجعوا ينقصوا منه طوالي. خش لك اعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. لا اسمه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن شختة عبد الفتاح البرهان. لكن شايفكم بتنقصوا لانه لقيتوا الترويجيه ناس الحدث والخبث ما نفعت. قلت ترقدوا له في الشهر اللي فات بعد جنيفا وتستقطبوا، ما بتقدر عليه، والله ما بتقدر على البرهان ده، كلكم مصيعكم. ويجي يقول لك البرهان ده ما عارف حاجه. شنو البرهان ده؟ ما شنو ما عارف شنو. هو اكتر من كده لو عرف ما بودينا في 60 داهيه ان شاء الله، بس ما يعرف اكتر من كده والله جد. البرهان ده ما عارف شنو، ما عارف شنو، ما عارف شنو. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا راجل يا راجل. دي بس حاجات عرضيه يا حجه. طيب قال شنو البرهان؟ قال لن تقوم للتمرد قائمه. قالوا وين؟ في بيت الشهيد مهند. تاني في زول عنده قول فوق القول ده قول البرهان، لكن انت غبي بس يعني هو ده كلام واضح. يقول البرهان لمح وين؟ ما هو ده كلام عربي عديل. في عزاء الشهيد مهند عديل وقف كده قال لن تقوم للتمرد قائمة بإذن الله. طبعا ناس الحدث زي ما بقولوا لا إن شاء الله لا بإذن الله لا توكلنا على الله، ما بجيبوه. البرهان قال بإذن الله، ما بتقوم لين قائمة تاني. تاني في شنو؟ ما كلام واضح. تاني هنا رئيس مجلس السيادة الجيش السوداني عازم على حسم معركته ضد التمرد. وانا حشغل كلامه هنا بس. طيب تعال نشوف الشير بتاع السيد مالك عقار ده قبل 4 ساعات. انا هعمل له شير. يا هو ده شيرته لكم قناة الخبث، شيرته. هفتح معاكم التعليق حسي، واول تعليق انا ذاتي حكتبه. والله يا اخي ده قبل 3 ساعات. الهام فضل الله قلت لهم ما قال كده. نوسة قالت مصالحة شنو يا عمنا؟ نوسة وقعت في الفخ مع انها داعمة للقوات المسلحة. لكن اول تعليق بتلقاه الهام دي قالت لهم ما قال كده اصلا. يا اخي ربنا يحفظك وربنا يحفظك بوحيك يا الهام. الهام فضل الله اول تعليق بيلقاك وين؟ في قناة الحدث، وما فيه لايكات، وانا هعمل فيه قلب اول زول. كلامه ده نعمله له هاشتاج. قال نكتب ما قال كده اصلا، ما قال كده اصلا. بس كلام الهام ده ذاته اللي مش ما في قول فوق قول الهام. بس انتوا اعملوا له نسخ، حتى لو ما هاشتاج اعملوا له بس نسخ ما قال كده اصلا. يلا وين التعليقات بتاعتكم؟ نعمل لها ريفرش نشوف اللي منه.
خشوا انا شيرت لكم في الحساب بتاعي، ما في الصفحة دي، شيرته في حسابي صرف مورال قناة الخبز. بل الله بل وبحيا بل مصعب محمد احمد وعابر وصالح وبدور بل يا صاحبي والله بلوم فيها بل حيانا حر. شفت الشغل كيف يا سعادتك؟ حر خش لهم في حتته نرجمهم. انا داير المنشور ده يكون اعلى ريتش في قناة العربية. ما قال كده اصلا، ما قال كده اصلا، بلو ميتين ذاته، بلاش كلام فاضي. طيب تصريحات البرهان في عزاء الشهيد مهند، نسمعه قال شنو الله الكاهن ده. طيب اول حاجه قبل ما نسمعه نسمع مالك عقار، تسجيل ما واضح، ودي راكولا تليفونه تعبان. سيد مالك عقار ياخذ راكولا دي يجيب له تليفون ايفون يسجل زي الناس. نسمع. يعني الحرب بالدارجه كده بشكوك على وشك انه ينتهي، لكن عندنا تبقى لنا حرب، يعني حرب كبيره. اثار الحرب لا تنتهي فقط بان ننظف العمال المكاتب والطرق، لا، للحرب اثار تمشي عشرينات ثلاثينات السنين. الآثار النفسية هذه الحرب هزة كبيرة في السودان، إذا تقطع بالنسبة للسودانيين. والسودانيين كلنا كسودانيين يفترض أن نخرج من هذه الحرب، غير السودانيين الذين دخلوا هذا الحرب. سيسمع ربي تفسير، لازم نغير الإنسان، نغير تصرفاتنا، نغير أفكارنا، ونغير سياساتنا، ونغير تفكيرنا، ونغير كلامنا. نرجع لسيرتنا الأولى، سيرتنا الأولى كانت خاطئة. كلامه واضح، قال الحرب بتاعت الكلاش دي على وشك تنتهي، راجعنا الحرب الكبيرة. المفروض نطلع من الحرب دي، ما السودانيين الخشين الحرب. نغير في تفكيرنا، في سياستنا، في كل حاجة، نجي سودانيين. وقال ما نعيد السيرة الأولى. السيرة الأولى قال الجامعات مكدسة في العاصمة، المؤسسات مكدسة في العاصمة، الكليات مكدسة في العاصمة. قال لا، نوزعها، نمشي بابنوسة، نمشي الشمالية، محل التعدين نخط الكلية، محل الثروة نخط المدرسة، الجامعة، المؤسسة، مكان الإنتاج، عشان نربط البلد ويزول حسبه. نتغير. الناس العربية قالوا البرهان، مالك عقار قال الحرب هتنتهي بمصالحات. لا 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 لا، ملوك الدجل في الكوكب، يعني كاتات كده عجيبة، احنا قاعدين نقبضهم بالسارت. طيب يا سيد الكاهن، في عزاء الشهيد مهند وكل شهداء معركة الكرامة وشهداء البراء، ربنا يتقبلهم احسن القبول، قال شنو البرهان؟ احنا طبعا جبنا خطاب نائب رئيس مجلس السيادة قبار رئيس مجلس السيادة، طبعا في البروتوكول غلط. الليلة البرهان غايته بيودينا انا وعقار الشارع، والله لو لما فينا انا غايته واصل، لو لما فيني الا امشي الجزائر. انتوا خليتوها لي الجزائر، خليتوها لي جزيرة واحدة، فرتقتوها لي ذات الجزائر. امشي وين هسه؟ كاهن واقف خالي بوري. والله البرهان ده يجي خالي بوري، اقسم بالله العظيم ارعبك في حنانك. دقيقة يا سعادتك عشان نبدأ من البداية. ولا نخدع من الله. الناس يخلصوا الآن معاهد الشهداء في كل مكان. معاهد الشهداء في كل مكان. وهذه الراية لن تسقط. الله أكبر. هذا التمرد لن تقوم له قائمة. لن تقوم له قائمة. الناس ولا في دول السودان كان عنده أي قابلية أن نشوف المنفردين دول حامين وسط السودان. المنفردين ولا نخدع من الله. الكلام ده واضح يا اللي بيروجوا.
قال لك للمتمردين ولا الداعمين ليهم. تاني في السودان ده ما حنشوفكم يا حاجة، اسمعيه عشان ما يجيكوا زول سوقك ساي. اسمع عاهد الشهداء في كل مكان انه هذه الرايه لن تسقط، هذا التمرد لن تقوم له قائمه، ما تقوم له قائمه. الناس دي ولا في زول في السودان ثاني عنده اي قابليه انه يشوف المتمردين دول حامين وسط السودان. ولا المتمردين ولا الناس الداعمين. الناس يتصلوا للقناعه انه هؤلاء الناس دمروا السودان، والسودان اذا جو ثاني حيدمروا السودان، فلذلك ما في طريقه ثانيه ان الناس اللي عايشوا معهم ولا يشوفوهم. نحن بنفرحهم على ارواح الشهداء ونعيدهم ما تصاب، لان هذه المعركه مستمره حتى نسال لهم ونسال كل الشعب السوداني. ربنا ان شاء الله يجمعنا بهم جميعا في جنات الخلد. بس الأخيرة دي ما معك يا سعادتك، قلت لي يجمعوك بيهم في جنات الخلد. انت سعادتك ما عندك محاكمات تاخذ لك يعني مرور كده سريع ان شاء الله، بعد ذاك جنة الخلد باذن الله. كلام واضح في بيت الشهيد مهند، ما بيقعدوا معانا، ما حنشوف وش. هو قال كده، قال الناس ما دار يشوفوا وشهم، ما دار يشوفوهم، للدعامة للمتعاونين معاهم والداعمين لهم. قحاته بالعربي الواضح. يزول يقول لك البرهان طبعا، لا البرهان ده كلام واضح. انت كنت قاعد معه في جنيفا، تسريبات. انت هو ده، ما هو ده الراجل قدامك، راجل عديل طلع لابس كاكي، كلام واضح قدامك، بتمشي تقول لي في تسريبات تحت. انت منو انت كنت قاعد معهم في جنيفا، سمعتوا قال الكلام ده؟ يا هو ده كلامه اللي بيقوله البرهان في اي ملف، في اي حته، في اي مناسبه. طيب عندنا برضو مرور اخير على الشيخ حنان. طبعا طلعت اعتذار كده باللفه، قالت يعني الصوره دي ما حقت الشهيد مهند، وانا ما اتحريت في الموضوع، والناس اللي قالوا ده الشهيد مهند حيعتذروا ولا ما يعتذروا. احنا ما موضوعنا الشهيد مهند، احنا كل الشهداء حقنا واحد. احنا موضوعنا في انك انت قلت الحاجه الحمراء دي جواز دبلوماسي، وطلعت حصن المسلم. وانا بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ناس دعموا، لكن اول مليار كده حاخدها هسي في نشتري جوازات الدبلوماسيه الى الجنه باذن الله. حصن المسلم نعمل لنا مبادره. شفتي انا اصلا كنت داير اعمل مطبعه، اكبر مطبعه بتاعت مصحف في السودان، واحطها لكم في مقر الحريه والتغيير، وهعملها. كان اشتري المبنى ذاته ما حخليه. المطبعه دي حتكون اكبر مطبعه في افريقيا. طبعة المصحف ده حتكون في مقر الحريه والتغيير، ردا على انكم حولتوا مطبعه القران الكريم الى منظمه المثليين بيشبهوكم. لكن اقسم بالله انا مقر الحريه والتغيير ده هاخد فيه اكبر مطبعه مصحف في العالم، بحطها لكم هناك. ده مشروعي، ما عندي شغل غيره. لكن هسي كده مليون. انت جيتي قلتي ده جواز دبلوماسي، قلنا لك ده ما جواز دبلوماسي، ده اسمه حصن المسلم. انت طلعتي ما عارفاه، وانت ملزمه تكوني عارفاه. لماذا؟ لانه انت عضو لجنه تعديل القانون بتاع الاحوال الشخصيه للمسلمين. لازم انت تكون عارف المذاهب الاربعه، مذهب اهل السودان. المذاهب دي احنا بنستند فيها علشان تكونوا حافظه اي شيء، لانه انت وزير العدل اختارك ضمن 13 مره تعدلوا قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين، تطلعي ما عارفه حصن المسلم من الجواز الدبلوماسي. انت يوم ما لا طلعت دبلوماسي، لا ازرق لا اخضر لا احمر، للازرق الشفاف بتاع الامم المتحده، انت بتسافر بيها الجواز يا يما. لما كنت في لجنه التمكين ما مرقت الجواز الدبلوماسي. شوف ساي ما وروك له، ما بتعرف الجواز الدبلوماسي لونه شنو، ما بتعرف حجمه، ما شفتيه الجواز الدبلوماسي ده. الدبلوماسي قاسي يا هناي. ذكرتني المدحه بتاعت حلمت اني محشش فيه مخزن في جهنم وعندي شنطه دبلوماسي. انا حاجي اشغلها لك حسي. طيب شيخة حنان العالمة بالمذاهب الأربعة وبدين أهل السودان وأعلم أهل الأرض بدين الله، عشان كده دار تغيره. ما أعرف حصن المسلم من الجواز الدبلوماسي، والاثنين شكلا ما شالوا.
قالت ما شرط تكون قحاتي عشان تكون مع الحق، يكفي انك ضد الكيزان واجرام عشان تكون بجانب الحق والحقيقة والفطرة السليمة. سؤال أستاذة حنان، طيب احنا ضد الكيزان وضد الدعم السريع، ما موقفنا عشان نكون مع الحق؟ حضرتك ما تميت الإجابة. قال لك ما شرط تكون قحاتة عشان تكون مع الحق، يعني قالت انه القحاتة هم مع الحق. حلو، انت ضد الكيزان والدعم السريع ولا ضد الكيزان بس؟ طيب في زول ما قحاتي ومع الحق منطبق عليه شرطك وضد الكيزان وضد الدعم السريع، ده موقفه منك شنو؟ هي ما قالت هنا ما شرط تكون قحاتي عشان تكون مع الحق، يعني كلنا حسيت ما شرط ان تكون قحاتي عشان تكون مع الحق، بس ما شرط ان تكون بلبوس عشان تكون مع الحق. لكن قامت اشترطت، قالت انت لو ما قحاتي يكفي انك تكون ضد الكيزان، وطيب لو ضد الدعم السريع مع الكيزان ما استثنينا، يعني ما قلنا احنا والله بس ضد الدعم السريع موقفنا شنو، لكن قلنا لك احنا ضد الكيزان وضد الدعم السريع موقفنا شنو، هل احنا مع الحق ولا ما مع الحق؟ وانت موقفك شنو من الدعم السريع، ضده ولا معه؟ ما ذكرتيه هنا. ما انت دعائمية، يعني انت هسي فاكره انه اهل الحق فيهم سماتك فيهم صفاتك، هسي انت ورطتي روحك، قلتي ما شرط ان تكون قحاتي عشان تكون مع الحق، انت قحاتية يعني مع الحق جبيننا، لكن يكفي انك تكون ضد الكيزان واحنا ضد الكيزان جبيننا وضد الدعم السريع. انت موقفك شنو من الدعم السريع؟ ما كتبتيها. امشي عدي لمنشورك ده ورينا موقفك، هل انت ضد الدعم السريع ولا ما ضده؟ معنى كلامك ده انه الدعم السريع معاه الحق. طيب عندها حاجة هنا مهمة، واحد كتب لها بتمسخر في الشهيد مهند، قال لها اسي بيكون بعزل في الحوريات يا اخ. استاذة حنان ردت له قلت له شنو؟ قلت له ذنبهم شنو بس كامل التضامن، يعني متضامنة مع الحريات، قالت ذنبهم شنو؟ حضرتك قلتي والسفيه الحمدابي قال ديك جنة كرتي واحنا دايرين جنتكم، الحور العين حقنكم وين؟ يعني حسيت نوعيتك دي لما انت قلت يا اخي اللي بيخلي البرهان ودعم الجيش وما يبقى بلبوسي انا وعداه بحضن، يعني حس احنا ولنفترض ديك سميتوها جنة كرتي والحوريات اللي انت هسه متضامنه معاهم قلت ذنبهن شنو؟ بتتمسخري خير. يعني انتوا جنتكم وين؟ في الشقق قاع المدينه والعواهر ديل بتدونا نخلي جنة كرتي ونخلي جنة ربنا ونخلي الحوريات، تدونا شنو انتوا؟ العرض بتاعكم شنو؟ اورينا كده منتجاتكم. احنا ما شفنا الحوريات، صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا الله عز وجل، لكن انت كده تدينا حاجه من العين اللي عندكم. النواعيك ده مثلا يطوف عليهم غلمان مخلدون، بيجوا شايلين لنا الخمره والدنيا غلمان مخلدون قاعدين كده يعني هسه نكون قاعدين في شقه مشبوهه دخاخينه في السماء تي تي تصوات البوري حته مشبوهه بتكون، ويجينا الغلام سفيه الحمدابي شايل السناسل عرقي مكسور، يعني تقول عرض المدين لو شنو مثلا الحاجه اللي عندكم نخلي الموضوع ده عندكم شنو كده، تفضل الدين داك علم غيب، حوريات في علم الغيب وده في الحاضر. هسه انا لو خيروني حق علم الغيب ده وما القاه هنا الحوريات يعني يا اخي معقوله، لكن احنا نكون منطقيين شويه كمان، ما ممكن يعني. اي شيطان وابلس واوكر الروك وبتاع العرض بطال يعني. ولا الثانيه ديك لا 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 نو لا 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 لا. شايف المسخره؟ قال حوريات منه الله عز وجل، الحور العين الذكر من الله عز وجل. شوف بتتمسخر كيف. قالت كامل التضامن ذنبهن شنو؟ احنا نسأل الله انه يختم عليك وعلى قلبك ويميتك بسوء الخاتمة، وقبل ما تموت تكوني آية، وبإذن واحد أحد بإذن واحد أحد إن شاء الله دعوتنا فيك مستجابة. والله 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 حتشوفيه انت دي حتريه رأي العين، هتشوفي
وبالمناسبة انت مذكورة في القرآن، قلت الجنة دي ما بيفتحوها ليه؟ انت بتيجي داخلة بعدين يوم القيامة مقلوبة كده فوق وتحت، بتسألي ربنا ليه انا كنت مع عديل، يقول لك من عمايلك دي ما في زول حيشوفك يوم القيامة عديل. دي ثبت عندك يا الداعمين للأستاذة حنان وقول لك نجيب حقها. انت ما انتصرت لعرض عائشة أم المؤمنين، وما انتصرت لسيدنا عمر بن الخطاب، وما انتصرت لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما انتصرت حسي لآيات الله عز وجل. جاي تقول لي يا أخي والله الأستاذة حنان من حقها ترفع دعوة على الانصرافي. كويس. تاني قلت شنو يا أستاذة حنان؟ قالت كان يوما مليئا بأم نخرة وعاهرة ومطلوقة مما يشيء بإفلاس الحجة وانهيار المنطق. حمد لله لا ملفات فساد، لا سرقة، لا قتل، لا حق زول يقطع قلبهم خلو صحيفتنا ونقاء سيرتنا من حق الناس. غاية حلمهم إننا نبقى ملوثين زيهم، لكن آوينيا. أنا اللي بقول لك آوينيا كده. أول حاجة كتبت عن نفسها تمجد نفسها. قالت كان يوما مليئا بمياه نخرة وعاهرة ومطلوقة. طيب عاهرة دي انت ما عندك منشور حسي؟ قلت يا بنات الليلة يوم اخراج اليدين عشان ابجيجة يريل، انت ما بتدعي ده ما شغل. اجوك يشكوا ليك من اغتصاب الدعم السريع، قلت له والله ما عندي لكم حاجه، لكن انت حاولي يعني تاقلمي مع المساله وتعودي تتذكري المنشور الاول في شهر في شهر 5 لما اتهامات اغتصاب الدعم السريع في مدرمان. وقلت والله برسلوا لي كتار بنات مغتصبات، لا ما اعرف اعمل لكم شنو. حاولي يعني تكيفي مع الموضوع، حاولي تتذكري انتوا العهر ده شنو؟ ما انت ناسي مشيتي فتحتي جمعية المثليين، انت اللي كنت بتدافع عنها، بتدافع عن مساواة المرأة وحقوق المرأة، مساواة في الدين ما في القانون. هسه احنا في القانون ده ما في مرأة عندها حاجة منتقصة وشغالة وبتقرا وطالعة ونازلة وبتتزوج بحقها وسايقة عربية. داير شنو قانون ماذا؟ انت قلت حق الله في الميراث، انت مشيت تغدي له والعهر ده شنو ده؟ طيب قالت كان يوم مليء بعاهرة ومطلوقة. مطلوقة دي بتعرفها برك، ما بقدر اعلق عليها. يعني حاسس انت طلعت قدام الناس واحد كتب عن انه زول انت براكي طلعت قلت انا والله اللي بيخلي البرهان بدوه حضن، كتبتها في صفحتك. يعني هو الانطلاقه دي غيروها ولا شو؟ مصطلح انت كتبتي بيدك، قلت انا اللي بخلي دعم الجيش، اي بلبوس يخلي دعم الجيش انا بحضنه. وسبحان الله من اليوم ده عدد البلابس زاد. كرهتيهم، كانوا 70% ضد البرهان وضد الاستنفار، بس اليوم اللي كتبت فيه الناس كشفت براها يعني. قال اوه نخلي البندق ونمشي نحضن الاستاذه حنان. نو، البرهان متربس جوا القياده العامه في البترون، ما كان في برهان ذاته. قالت هو الانطلاقه غيروها، ما كتبتي بيدك. يجي واحد يقول لك الاستاذ حنان حيانا الله يلاقي. انا لسه جايك يا حبيبه. قالت مما يشيء بافلاس الحجه وانهيار المنطق. تتطاول على الجنه وعلى الحور العين، المفلس منو حسي. طيب قالت حمد لله لا فساد لا سرقه لا قتل لا حق زول. طق جيتك في الحته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا فساد، انت كنت في لجنه ازاله التمكين وفي لجنه تعديل الوثيقه الدستوريه صح؟ حلو. في لجنه ازاله التمكين نائب رئيسك وجدي صالح مفتوحه فيه 206 بلاغ في ال21. قام النائب العام اداه اذن يسوق مرته يعالجها، قام كتب منشور البلد دي المارق منها منو؟ الهارب منها. هسه قاعد في مصر طبعا من قهوه لقهوه، بقى معسل، بس هو اصلا معسل عسل ويمقط. وجدي صالح مفتوحه فيه 206 بلاغ. واحد من البلاغات اتلاف 1360 عربيه موقفه وين؟ في منتزه الرياض. ادوها له عربات موديل السنه 19 20، عربات كرتونه مدوره، مشى شلعها كلها. من ال 260 بلاغ ديل المفتوحه فيك انت ووجدي ومحمد الفكي كويس في لجنه التمكين، عندكم اتلاف 25 مؤسسه اعلاميه في يوم واحد. معاكم ابو الجوخ، انتوا اتلفتوا 25 دي في تاريخ التأميم العامل عبد الناصر،
التأميم العمل النميري ما حصلت بمؤتمر صحفي. والله سيسرقون. تسرقوا لكم 25 مؤسسة إعلامية بعرباتها بمخازنها بخزنها بإعلامها، حتى العربية بتاعت الإرسال السجن فيها أبو الجوخ المهندس. قال المهندس ده هو المشي دس العربية، المهندس معي جادعه في السجن بدون محاكمة 8 شهور. أبو الجوخ الخنزير اللي ما بيشبه هذا، تقول لي فساد؟ لجنة التمكين دي الكيزان سرقوا قروش الشعب السوداني وغيدوها في الدفاتر، وإلا لا أنت لا أبوك كنت عرفتي إنه الكيزان دخلوا كم وسرقوا كم. كيزان كان بيسجلوا، لكن بيسرقوا وين؟ بيسرقوا في المسافة بين المكتب والبنك، إلا في المكتب أي شيء مسجل. كاتبين عديل في سنة 2017 2018 مدخلات القروش بتاعت البترول 117 مليار دولار في أفريقيا ما حصلت، مسجلة، لكن تمشي البنك ما بتلقى. الكيزان بيسجلوا. انتوا سرقتوا من وين؟ سرقتوا من المكتب للسجن او من البيت للسجن. مشيتوا اعتقلتوا الكيزان ديل من بيوتهم. والله لجنة التمكين اليوم صادرت 3000 قطعة واطة، ما في محكمة، لكن عشان نسجلها يا وجدي ضيع علينا اموالنا، ضيع على الشعب السوداني امواله. وين القروش بتاعت لجنة التمكين؟ هو الكيزان ديل سرقوه في 30 سنة في مؤسسة في وزارة في ولاية في بترول في ذهب. انتوا جيتوا انتم المجموعة بتاعت الصعلق اللي عولق معاكم الصعلوق بتاع جهاز الامن اللي كان معاهم ده بتاع شركة المؤمن بتاعت الاساسات صلاح مناع ده ما لحد 2023 عنده تعاقد بتاع توريد اجهزة مكتبية لجهاز الامن المخابراتي. يطلع يقول لك احنا هو جهاز الحركة اللي خيرك من جزمهم من الابواب بتاعتهم اللي بتلحس فيها ده بقوق زول يا صلاح مناع. ده لما نجي اللي انت لحد 2023 الحرب قامت، انت عندك تعاقد بتاع توريد اجهزه مكتبيه لجهاز الامن والمخابرات. انت صلاح مناع ده وإيهاب الطيب وعبد الله سليمان والنغيب اللي خطف بنته وهربت ورجعت داك. تكلمون عن اخلاق انتوا وفساد يا جزم. سرقتيه وانت في زول سرق ونصيح في شهر واحد سارقين استثمارات الدوله كلها. ثلاثه وزير ماليه واحد فيهم قال سلمته تعريفه ما في. امشي ردي على البدوي اللي بيطلع لنا شبشب الملك يشبكنا البدوي وما البدوي ده، من اللي بيتكلم في البدوي دي؟ البدوي طلع قال لجنة التمكين ما سلمتني ولا دولار ولا جنيه. جابوا هبة بقت وزيرة مالية، اشاكلت مع وجدي صالح وصلاح مناع فتح في هبة بلاغ، قلت له يا اخي اقول لك حاجة تعال المحكمة. قال الراجل والله العظيم، قال له انا بفتح فيك بلاغ كيف تقولي ما سلمناك؟ قلت له راح المحكمة. والله العظيم هبة القحاتية ووجدي صالح القحاتي وصلاح مناع القحاتي، ورفعوا الموضوع عبد الله حمدوك كون لجنتين صحانا الساعة 11 بالليل. لما نكرم وزير الصحة سرق ال 420 مليون دولار بتاعت الكورونا والخلاف بينه وبين البدوي، قام حلاها عبد الله حمدوك كون لجنة بالليل لما الوزراء وقف. انا بشغل لك الفيديو بجيبه لك. قال احنا هنحل الموضوع ده بلجنه شكلناها عشان نحقق في قروش الكده واستلمها اكرم واستلمتها لجنه التمكين. قام جبريل ابراهيم طلع وجدي صالح قال انا سلمت جبريل ابراهيم 70 مليون دولار. قام مشى ضرب له التزوير ده ما قاعد في صفحه القحاتي الهرم المختل اللي قاعد في اثيوبيا. قام نزل ذاك في صفحته ومعاه الصحفي الصعلوك بتاعنا القحاتي اللي بيتطاول حسي على الشهداء والشهيد مهند وغيره، بيتطاول عليهم. قام ذاك نزلوا ايصال مالي ضاربينه ده ما حقه اورني 15. ده الوزاره الماليه بتستلم بيقول لك عندي القروش سلمناه وده توقيع وجدي صالح. الايصال ده ما قاعد حيدينكم، ده بلاغ جاهز فيكم، ده ما فساد فيك انت وودي وفي الصعلق ديل. وهسه دي انتوا كالرجال مش هفتحوا الصفحه بتاعت لجنه التمكين بتاعتكم هتلقوها هم حذفوها وحذفوا الفيديوهات بتاعت اللايفات اللي كان بيطلعوا ودي وبيقول فيها التفاصيل دي، لانه حدينه. وديتها وين؟
معاهم عروة الصادق اللي انتم منزلين صورته. عروة الصادق سارق 36 مكيف سبلت من مدرسه، قال دي مدرسه كيزان، سرقها ومشى وداها بيتهم. الكلام ده قالوه القحاته، ما قلته انا. قاعده موثقه شكلت صلاح مناع جوا لجنه التمكين مع عروه الصادق، قال له يا معفن يا وسخن ما تجينا بشكلك ده. قام عروه الصادق قاعد في بيتهم 10 يوم زعلان، ريحته معفنه. عروه الصادق ما زول شيء اللي بريك زي زول كان الصادق المهدي بيقضي فيه حاجته. ده بيتكلم اليوم ذاك يقول لك خاطبت رئيس الامم المتحده بحظر شنو حظر المنى. تحضر يا اخي ايه التفاهه دي؟ هسه انت بتكلمين عن انت قلتي ما سرقتي وما قتلتي. ما قتلتي اي التحقيق بتاع ود عكر وينه؟ ود عكر القتلوا منه. طلعتي في الفيديو في لايف موثق ومسجل، قلت الشهيد ود عكر ده اسألوا منه المحامية رحاب بتاعت المؤتمر السوداني. احنا بنتكلم عن شهداء مع مستشفى التميز، خليك من القتل منه وحق الشهداء اللي ما جبتوه خليه. بنتكلم عن ود عكر. لما سالوك من ود عكر قلت شنو؟ قلت ود عكر ده اسألوا منه رحاب، صح؟ حلو. بتضيع حق ود عكر؟ انت عارف القتل منه، ليه نسأل رحاب؟ انت رحاب قلت لك شنو؟ ما بالقانون انت مش محامية؟ انت ما متستر على قاتل؟ القتل ود عكر منه. قلت اساله الرحاب، نجيبك انت رحاب خليه. انت النائب العام ما فتح فيك بلاغ انت ورحاب وبعدين مشيتوا طفيتوها في ال21؟ ما كان مفتوح فيك بلاغ انت من النائب العام في موضوع ود عكر؟ طلعتي سنه 2023 عملتي لايف، قلت الانصرافي قام بالذكاء الصناعي والفوتوشوب غير كلامي في الفيديو. قمت قلت لك كده جيب الفيديو الاصلي. انا الفيديو ده ما شغلته لك في اللايف الا بعد 3 سنة من انت اتكلمت فيه. كده تجيب لي الفيديو الاصلي انت قلت فيه شنو؟ انت جبت سيره ود عكر ولا ما جبتيها؟ الفيديو اللي قلت فيه احنا عشان نقعد نحكم دايرين دم، متذكره ولا ما متذكره؟ قالت الانصراف ومعاه الكيزان غيروا كلامي. انا هسه بتحداكي تجيبي الفيديو الاصلي، اللايف الاصلي، انت قلت شنو وانا حرفت شنو. ما بتقدر تجيبي لانه انت عايشه على الكذب واللف والدوران، وانت عارفه انه انا عارفك كذابه، وانا عشان كده بعين لكم باحتقار، لا مبدا لا اخلاق لا. هسه الفساد اللي انت فسدتيه ده، ما كنت في لجنه التمكين جيب لي مستند واحد سلمت وزير ماليه حاجه من اللي استرديتوها من اموال الشعب السوداني؟ كذب ولا حاجه. قتلتوا الناس، ما قتلتوا ود عكر انت ولا معاكم؟ منو القتل ود عكر؟ هسه اطلعي لايف قولي القتل ود عكر منو. لما قلت للناس في اللايف انه القتل ود عكر ده اسالوا منه الرحاب، انا ما تسالوني، معناها عارفه. شهداء التميز قتلوا منه. الشهداء بعد انقلاب 21 اكتوبر ما قلتوا حنجيب 6 النفور وحق 6 النفور، مشيتوا قعدتوا في الورشه بتاعت القوات المسلحه. خالد سيلي قال احنا عسكر واحد. قبليها باسبوع مشى قعد مع المبعوث الامريكي والسفير الامريكي متصور معه جوا السفاره، قال البرهان هو قتل الشهداء. مالو جا بعد ذاك قال احنا والجيش واحد. يوم 6/4 قبل الحرب باسبوع خالد سيلي كان بيدافع عن البرهان والجيش، قال له ما قتلوا. فساد شنو انت وانت حجم فساد انت بتسرقي؟ انت ما بتجيبوك ارجوزه ساعه تقعد تشغل الناس. انا بنشغل بيكي، بعد ما انشغل بيك وادوسك انت والوراكي وفرتك مشروعكم كيانات وافراد واحزاب وافراد، براكم بفرتكم. بعد ذاك احنا محشرين لكم في نيالا، واحنا محشرين لكم في الفاشر وفي كردفان وفي دارفور، وعجله القوات المسلحه ما حتثبتها، ولا جنيفه بتاعتك دي بتثبت البرهان، ولا امريكا بتثبت البرهان، ولا سعوديه بتثبت برهان، ولا جن بيثبت البرهان. الله سبحانه وتعالى ناصر البرهان والقوات المسلحه. احنا قدام بس كلامه ما واضح، كلامه واضح، والشوشره اللي بتعملوا فيها ده كله احنا ما نردين لك فيه، حنرد لك قدام. اخر حاجه اللي تساعدها الجنجويد، دي رساله نصا من الميدان، من جوا الميدان، عشان احنا ما عندنا معاكم كلام كثير. واحد صاحبنا برهان رسل لي قبل شويه، يعني ده صاحبنا حبيبنا هو مفضله عليك، الاخو ما رخو، وانا اصلا كلمته قلت له حطه معك، لكن بس بوريك ساعه برهان، بوريك الصغير ولا الكبير. قالوا ما عنده كبير اشتري كبير، انا اشتريت البرهان. ما عنده كبير اشتري كبير، انا اشتريت البرهان، بس انا بوريه.
الرجل دي يا سيادة برهان بعث رسالة للإخوة في الجنجويد. الجنجويد قال لهم شنو؟ قال لهم اللي عنده زول في معسكر نيالا البين نيالا وتلس يفرش له طوالي. هسي واحنا بنتكلم وانا داخل اللايف، الجنجويد اللي عنده الناس في معسكر نيالا البين نيالا وتلس افرش له. الزول ده قال لي ما مرق زول، ما مرق زول، حاجة حية كده ما مرقت. الجنجويد الجوة اتفجغته، وببشركم بكرة صباح ونهار وبالليل 3 مرات وين ما معروفة في فجغ 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 فجغ، حنسمع صراخكم والعويل والبكا. بكرة في متك زي المتك من بيت الشهيد مهند، قال سنثأر للشهداء والشعب السوداني جاي يفجغكم هسي. واحنا بنتكلم الجنجويد عملوا فيديو نزل في قناة الجزيرة، قالوا شنو؟ قالوا قطع الطريق الأبيض الخوي. هسي ده فيديو نازل من الجنجويد قبل أقل من ساعة في قناة الجزيرة. الحاجة احنا طبعا بالنسبة لنا مكررة. قبل الطوفان مشوا ضربوا الكوبري بتاع منو؟ بتاع الحلفاية، مش كان كسروا فيه مسار في شهر 9؟ مش كسروا فيه مسار؟ واحنا يوم 26/9 قطعنا لهم ما جينا بالكوبري ذاته. يهوداسي قال لك قطع الطريق الأبيض الخوي، اقطعوا الطريق، جايينكم بفوق وتحت ان شاء الله. ومشى نبشر اهلنا في الفاشر، في بابنوسة، في الخوي، في بارة، في الرهد. الطوفان قادم، الكاهن مرق. نتلاقى في الفاشر.